بيبدأ الفيلم بناس كتيرة واقفين طابور قدام محل جزارة واللي المفروض بيبيع لحمة غريبة محدش داق زيها قبل كده، والناس بيكونوا مستعدين يدفعوا أي مبلغ مقابل اللحمة دي بسبب طعمها طبعا. ويوم ورا التاني وأسبوع ورا التاني والناس ما بتقلش بل بتزيد أكتر، لدرجة إن حتى ضباط الشرطة والسياسيين كانوا كمان زباين للمحل. وفي يوم من الأيام واحدة من الزباين فضولية حبتين سألت السؤال اللي الكل نفسه يسأله: هي اللحمة دي لحمة إيه بالظبط؟ ساعتها الجزار بيتفاجئ وبيقول لها إن لحمة خنزير وبتيجي مخصوص من إيران، ومن هنا الكلمة انتشرت في الحي كله زي انتشار النار في الهشيم. داخل محل الجزارة بقى بيكون في زحمة كتير، والجزارين اللي ما كانش حد بيجي ناحيتهم دلوقتي بقوا أشهر من نار على العلم، لدرجة إن مصانع اللحوم الكبيرة بقت مجبرة تقف عن العمل بسبب اللحوم الإيرانية الجديدة. وبعدين بنشوف إزاي محل الجزارة ده بقى زي الفيروس، وبيديروا 2 جزارين مهيبرين، فيتنس وصوفي، واللي كانوا في الأصل متجوزين. ومحل الجزارة بيكون موجود في ضواحي باريس، وفي البداية خالص بيبان إن حياة الزوجين سلسة جدا، بس الأمور كانت غير كده تماما. ما كانش بيجي للمحل أي زباين تقريبا، وحتى الزباين اللي بيجوا أصلا بيعرفوا من طريقة فيتنس الغريبة وهو بيعمل جلسات مساج للحمة. وفي يوم من الأيام مجموعة من المتطرفين النباتيين بيدخلوا وهم ملثمين للمحل وبيهجموا عليه وبيرموا دم على الجزارين وبيدمروا المكان. وهنا فينسنت بيتعصب وبيلحق واحد منهم وبيثبته على الأرض، وفي الأول كان بيقاوم لكنه بيقدر يشيل الماسك من على وشه، وساعتها بيجوا زمايله التانيين وبيقدروا ان هم ينقذوه، وكمان بيضربوا فيتنس وبيهربوا. وفي نفس اليوم بيروحوا يزوروا اصحابهم في بيوتهم ستيفاني ومارك عشان يتغدوا مع بعض. وهم في المطبخ صوفي بتحكي لستيفاني ان البنك رفض يديهم قرض وانهم هيعلنوا افلاسهم قريب. ستيفاني بتحاول في البدايه تشجع صاحبتها، لكن مفيش شويه وبدات تتباهى بزوجها اللي بيكسب فلوس كتير. واتضح ان ستيفاني وزوجها مارك عندهم برضه محل جزاره بس شغال كويس. وبعد شويه كانوا هم الاربعه بياكلوا مع بعض، وفيتنس قاعد يتكلم عن حادثه التدمير اللي حصلت في المحل بتاعه من قريب. وفي الاول مارك كان بيضحك عليه عشان مش عامل اي اجراءات امنيه في المكان، بس بعدها بيجيب له بندقيه وبيديها لفيتنس وقال له ان البندقيه دي علشان يحمي مكان شغله من اي تهديد. لكن في الحقيقه فيتنس معهوش رخصه سلاح، لكنه بيقبل الهديه على كل حال. وبعدين وهم راجعين للبيت صوفي كانت بتقول لزوجها انها كانت بتفكر تتطلق لان زواجهم بقى ممل جدا، بس فيتنس بيتجاهل كلامها تماما. وفجاه بيشوف واحد من النباتيين اللي دمروا المحل بتاعه المره اللي فاتت، وساعتها فيتنس بيقرر يديله درس وبيرجع بعربيته على ورا علشان يزنق عليه ويوقعه، لكن بيفقد السيطرة على العربية وفي النهاية بيدوس على الشاب وبيقتله. فيتنس خاف وارتجف من اللي حصل واتصل بالشرطة علشان يعترف ويسلم نفسه، وقال انها كانت حادثة، بس صوفي وقفته وقالت له انت عبيط، مش عارف انك ممكن تاخد فيها كام سنة سجن. وهنا العقل الرذيلة بتقترح عليه انهم يعملوا زي قاتل متسلسل اسمه ميشو فرينسو، واللي كان بيشرح ضحاياه وبيحطهم في اكياس سودا وبيوزعهم في المدينة كلها. ساعتها فيتنس أدرك إن زوجته صوفي كانت بتتفرج على أفلام سفاحين كتير وشكله خاف على نفسه، وبالليل بيحط الجثة في المحل وكان بيقطعها وبتقع وزن على الأرض والكلب بتاع فيتنس بياكلها. وبعد ساعات من تشريح الجثة الوقت بيتأخر جدا، علشان كده فيتنس قرر يسيبه ويتخلص منه الصبح بدري. وتاني يوم بيصحى متأخر ما بيلاقيش الجثة اللي قطعها، وبيكون قاعد بيدور عليها لحد ما بتيجي مدام كونيارد واللي بتكون زبونة دايما للمحل، وساعتها بتقول إن اللحمة اللي بعتها لها صوفي الصبح عجبتها جدا، لكن صوفي بالغلط بعت لها من لحمة الجثة اللي موتوها وكانت فاكراها انها لحمة خنزير. وقتها فيتنس اتفاجئ من اللي حصل وحاول يقنع الست انها تشتري نوع لحمة تاني، لكنها كانت مصرة انها مش هتاخد غير نفس اللحمة اللي خدتها الصبح. وساعتها فيتنس كان واقف محتار، بس صوفي كان عندها فضول تجرب اللحمة، وفيتنس ما كانش قادر يكشف الحقيقة قدام الزبونة، فقطع قطعة من اللحم البشري واداها لها. والغريب ان صوفي حبتها جدا، لكن وقتها مدام كونيارد ما كانتش قادرة تصبر، عايزة اللحمة بتاعتها. وفي الاخر فيتنس ألف قصة وقال لها انه بيستورد اللحمة دي من ايران علشان هي نادرة جدا ولذيذة. وبالفعل باع كمية كبيرة من اللحمة لمدام كونيارد، واول ما مشي من المكان كشف لزوجته عن كل حاجة. والاغرب من كده ان صوفي ما منعتش تاكل من اللحم البشري، لا بل كمان بتقترح عليه ان هم يبيعوها، وساعتها بتقول له ان دي ممكن تكون انسب طريقة عشان يتخلصوا بيها من الجثة. طبعا فيتنس ما كانش مصدق اللي بيسمعه وبيحس بالرعب من اقتراحها وبيجري علشان يتخلص من اللحمة في اسرع وقت. وهنا بيجي لهم زبون تاني وبيطلب من نفس اللحمة اللي اشتريتها مدام كونيارد. ومع الوقت اللحوم الإيرانية اللي هي في الأساس لحوم بشرية عملت ضجة كبيرة في الحي، والزوجين كسبوا مبالغ رهيبة من بيعها. وفيتنس بقى عنده فضول جامد خصوصا بعد ارتفاع شعبية اللحمة البشرية الغريبة دي.
وفي يوم من الايام بالليل اخد قطعه من اللحمه لبيته وحاول ياكلها بس كان متردد، لكن لما دقها انبهر وحبها. وصوفي قربت منه وقالت له ان النباتيين دول عليهم شويه لحمه لوز ودمهم لطيف جدا وده اللي مخلي طعمها حلو. وهنا بتبدا تفكر في فكره ما تخطرش على بال ابليس، طب احنا ليه ما نصطادش النباتيين اللي عارفيننا في حياتنا دول وهنكسب من لحمتهم ذهب؟ بس فتنس قفلها وقال لها ان دي فكره سخيفه جدا وكمان مش اخلاقنا. وقبل ما يروح ينام بيقول لها بطلي تتفرجي على برامج السفاحين دي علشان لحست دماغي. وتاني يوم بنتهم كلوي بتجيب صديقها لوكاس على الغداء والعيله بتكون مجهزه شريحه لحمه تستاهل بقه، بس هو ما بيكونش ليه في الطيب نصيب وبيرفض ياكلها وبيقول ان هو نباتي. وكمان كلوي بتتضامن معاه وما بتاكلش. وبعد ما النباتيين دول بيمشوا فتنس وصوفي بيفكروا ان كل استعداداتهم للوجبه العائليه دي ضاعت بسبب النباتيين دول والموضوع بيعصبوا جدا. وساعتها فتنس بيقرر انه يكمل في خطه صوفي ويصطاد النباتيين، وتقريبا كده حطوا صاحب بنتهم في دماغهم. وفي نفس الليله الاثنين بيروحوا المطعم نباتي وبيختاروا صاحب المطعم المربرب علشان يكون هدفهم الاولاني. وبعدين بيمشوا وراه لفتره لحد ما فتنس قدر انه يقتحم غرفته معاه، بس في اخر لحظه اعصابه ثابت وبيجري بسرعه. وبعد فشل المحاوله الاولى تماما صوفي بتحس ان هم محتاجين يتمرنوا اكتر. وتاني يوم بيبداوا في خطه جديده وبيتظاهروا ان هم نباتيين وبيعملوا احتجاج قدام سوبر ماركت علشان يدوروا على هدف نباتي سهل يصطادوه. لكن في النهايه بيجي ناحيتهم راجل رفيع وبيمدحهم على مجهودهم، وصوفي بتقنعه ان هم يتقابلوا في موقف العربيات علشان يتناقشوا بكل حاجه خاصه بالنباتيين. وبناء على الخطه الزوجين بيروحوا للمكان بدري وبيفكروا على طرق مختلفه لقتل هدفهم. وبعد شويه بيوصل الراجل النباتي في عربيه كبيره، بس بيتعصبوا لما بيلاقوه جايب 2 من صحابه كمان. وبكده صوفي وفتنس بيضطروا ان هم يكنسلوا خطتهم. وفجاه النباتيين بيقولوا ان هم بيفكروا انهم يقتحموا محل جزاره وبيطلبوا منهم ان هم يجوا معاهم، لكن طبعا صوفي وفتنس بيخافوا ان هم يتكشفوا لكن بيوافقوا غصب عنهم. وطول الطريق بيفضلوا يقولوا حاجات عن نفسهم وبيقولوا ان هم عندهم محل ورد. ولما بيوصلوا للمكان بيتفاجئوا ان محل الجزاره بتاع اصحابهم مارك وستيفاني. وصوفي بتبدا تتردد على الفكره، لكن فيلسب بيحس ان فرصته جت، خصوصا انه بيحقد على اصحابه الاغنياء فبيكسر في المحل مع النباتيين بمنتهى الحماس. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الزوجين قاعدين في مطعم بيتعشوا، وهناك كانوا بيتعلموا طريقه يراقبوا بيها ضحاياهم من غير ما حد يشك فيهم. لكن بعدها بيختلفوا في وجهات النظر وبيمسكوا في خناق بعض، وفي النهايه فتنس بيتعصب وبيمشي، اما صوفي بتفضل قاعده لوحدها. فساعتها الجرسون بيستغل الفرصه وبيروح يقول لها ان هو معجب بيها، وصوفي بتحس ان في حاجات كتير مشتركه بينهم. المهم في النهايه الجرسون بياخدها وراها للموتوسيكل لحد ما بيوصلوا قدام بيت صوفي، والموضوع بينهم بيزيد اكتر. بس لما صوفي عرفت انه نباتي قالت له اعطيه حلو وقامت عضاه لسانه بقوه والراجل بدا ينزف دم. فوقتها صوفي بتقول له ان هو يدخل معاه علشان تعالج جرحه، والجرسون بيدخل ويا ريته ما دخل. وهو في الحمام صوفي بتروح لفتنس وبتقول له انا جبت لك صيده، لكن في وقتها فتنس ركبه بتخبط في بعضه من التوتر وبيرفض يعمل كده. بس الست المكاره بتبدا تستفزه وبتقول له ان هي هتدخله مع الجرسون لو رفض يقتله. وطبعا لما فتنس بيسمع الكلام ده دمه بيفور وبيروح يسن السكينه على طول، بس في اخر لحظه بيرجع في كلامه برضه وبيقول لمراته تسيب الراجل يمشي. بس صوفي بتكون عندها خطه تانية وتعمدت انها تقرب من الراجل واخيرا بتخلي فتنس يغير، فبيقوم يضرب الراجل لحد ما بيموت في ايده. وتاني يوم الصبح بتيجي صوفي مكالمه من صاحبتها ستيفاني بتقول لها عن اعمال التخريب اللي حصلت في المحل بتاعهم الليله اللي عدت، وعلى طول بياخدوا بعضهم وبيروحوا على مكان الحادثه وبيتظاهروا بالقلق طبعا قدامهم. وهناك شافوا مارك بيتكلم مع ضابط الشرطه واتضح ان هو نفس الضابط اللي بيحقق في قضيه التخريب محل فتنس. وبعدها الضابط بيطلب يتكلم مع فتنس على انفراد، ففتنس بيترعب وما بيكونش عارف يتكلم. بس في الاخر طلع ان الضابط سمع ان هو عنده لحم خنازير ايراني ما سمعش عنه في المنطقه كلها وعايز يشتري منه، ففتنس بيكون عايز يكسب اكتر فبيقول للضابط طبعا يا باشا تشرف في اي وقت. وفي نفس اليوم بيرجعوا للمحل بتاعهم ويبداوا يبيعوا اللحمه البشريه مره تانية، والناس بيكونوا واقفين طوابير علشان يشتروا اللحمه الجديده واللي بتتباع كلها خلال ساعه. ومن وقتها بيقرروا يخلوا الصيد النباتي ده حاجه عاديه وبيجهزوا اسلحه قويه وبيبداوا في موجه قتل يوميه. وفي نهايه الاسبوع بيرفعوا سعر اللحمه وبيكسبوا مبالغ ما كانوش يحلموا بيها في يوم من الايام. وبعدها بيكونوا قاعدين يتغدوا مع اصحابهم وبيجيبوا لهم لحم خنازير ايراني مزيف، وطبعا برضه زي كل اللي دقوه ستيفاني ومارك بيقعوا في حب اللحمه فورا. بس فجاه مارك وهو بيمضغ اللحمه بيعض على شيء معدني، وستيفاني كانت شغاله ممرضه وعلى طول بتعرف ان ده جهاز تنظيم ضربات القلب. واتضح ان واحد من ضحايات فتنس كان مركب في قلبه جهاز تنظيم ضربات القلب، وفتنس حاول يغطي على الموضوع بس الكلام ما بيدخلش في دماغهم وبدا النقاش بينهم يتحول لخناق.
وبعدها بيتخانق هو واصحابه جامد، وفجأة فيتنس بيعض ودن مارك وبعدها بيتفها وبيبص لمارك نظرة تهديد وبيمشي هو وصوفي، والتانيين بيكونوا واقفين مرعوبين. وبعد كده صوفي وفيتنس بيكملوا في قتل البشر وبيحققوا أرباح ضخمة جدا. وطبعا صوفي بترجع عن قرار الطلاق وبيبقوا سمنة على عسل، وفي يوم من الأيام بيروحوا مهرجان للنباتيين، وساعتها فيتنس بيضرب بعينه وبيشوف ولد صغير قلبوز وما بيكونش قادر يقاوم التفكير في إنه يقضي على الولد وياخد اللحمة بتاعته، وبيظهر إن فيتنس اتحول لمريض نفسي. بس بعد كده بيحس انه قرفان من نفسه وقرر يمشي، لكنهم بيتقابلوا مع بنتهم كلوي وصديقها النباتي لوكاس اللي اتفاجئ بوجودهم في التجمع النباتي. وهم بيتكلموا لوكاس بيقول لهم ان في نباتيين بيختفوا كتير الفتره اللي فاتت، وانه متاكد ان اللي بيعمل كده هم الجزارين. لكن فيتنس حاول ان هو ينفي كلامه، وساعتها لوكاس بدا يفقد اعصابه وبيصرخ فيهم علشان هم جزارين كمان، وبدا ان هو يكرشهم من المهرجان. وهنا بقى بيسمع واحد من النباتيين اللي راحوا معاهم لمحل الجزاره بتاعت مارك، وبيتفاجئ لما بيعرف ان هم في الحقيقه جزارين. وبعدها وهم خارجين صوفي بتحط عينيها على ست مليانه وبتطلب من جوزها ان هو يقتلها، وللاسف فيتنس بترجع له رغبته في قتل الناس. وبعد ما خلصوا مهمتهم رجعوا للبيت بالليل، وفيتنس كان بيقطع في الست، وفجاه سمع صوت حد بيخبط على الباب وطلع ضابط الشرطه. وفيتنس بيفتح الباب وهو قلقان، وبيتكلموا مع بعض شويه، والضابط بيقول ان في 10 نباتيين اختفوا ودلوقتي الجزارين بقوا هم المشتبه فيهم. وفجأة الكلب خرج ومشي من ورا الظابط وهو في بقه ايد بشرية، وفيتنس كان خلاص هيموت من الرعب، بس بسرعة بيزعق في الكلب وبيخليه يمشي بعيد. فالظابط بيستغرب من تصرفاته، بس فيتنس بيلحق الموقف وبيقول ان هو بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة من بعد اخر هجوم من النباتيين عليه. وبعدها الظابط بيمشي، بس فيتنس بيكون قاعد شايل طاجن ست وبيقول لصوفي على مخاوفه، لكنها بتقول ان هم مستحيل يتقبض عليهم لان هم اصلا خلصوا على كل الجثث ومفيش ولا دليل ضدهم. واتضح ان فيتنس اتخلص من كل لحوم ضحاياه يا اما عن طريق بيعهم او بيحطهم في اكياس سودا بيوزعهم في المدينه كلها. وطبعا هم افتكروا يعملوا كده لما زاد الوعي على السوشيال ميديا، وكمان البحث عن المفقودين بقى اكتر من الاول. وفجاه جرس الباب بيرن وطلع لوكاس علشان يعتذر لهم على التصرف اللي عملوا معاهم في المهرجان. ولوكاس بيوضح بيقول انه كان متوتر جدا من وقت ما اصحابه النباتيين بداوا يختفوا، وساعتها صوفي المكاره بتبدا تواسيه، وفي نفس الوقت بتلمح لجوزها ان لوكاس هو ضحيتهم الجديده، بس فيتنس بيرفض وبيمشيه على طول من البيت. وتاني يوم فيتنس من غير ما يرجع لصوفي بيعلن للزباين ان هو مش هيبيع لحمه خنازير ايراني تاني، وده خلى الناس كلها تتضايق وتمشي. وبعدها الاتنين بيتخانقوا، وفي النهاية فيتنس بيسيب المحل وبيمشي مع الكلب بتاعه. في الوقت ده بقى بيكون في مجموعة تانية من النباتيين اللي دمروا محل مارك راحوا المحل فيتنس علشان ينتقموا منهم على خيانتهم ليهم. وصوفي كانت بتحاول تكرشهم لكن مفيش فايدة، والنباتيين ربطوها وضربوها لحد ما دعموها العافية. ولما فيتنس رجع شاف العربيه بتاعت النباتيين بره، فعرف ان في حاجه بتحصل جوه. فوقتها فيتنس بيتعصب وهجم عليهم هو والكلب وقتل 2 منهم، بس واحد من النباتيين طعن فيتنس في كتفه. وهنا صوفي بتقوم في الوقت المناسب وبتخلص عليه، وبينتهي الفيلم بعد ما اتقبض على الزوجين وانتسب ليهم 30 جريمه قتل. وبنعرف ان مارك وستيفاني هم اللي بلغوا الشرطه بتصرف فيتنس الغريبه، وفي النهايه قبضوا على الزوجين الجزارين بسبب خطوره جرايمهم، واتحكم على صوفي وفيتنس بالاعدام، ودي اقل حاجه ليهم. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. ما تنساش يا صديقي انك تشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيلم الجاي، سلام.